بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ طبعا أنا رحت المكان اللي خفيف على قلبي اللي بحبه، اللي طبعا لما أبقى متضايقة لازم أروح وأجي مرتاحة منه الحمد لله. ده السيدة زينب حبايب قلبي، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا بقالهم 3 سنين لسه بيجددوا فيها، بيعملوا شغل فيها لسه مخلص. فعايزة اقول لكم المكان هناك مش يعني كصلاة، لا مش حلو. الفرشة اللي في الارض، طبعا السجاد او الحاجة اللي في الارض مش نظيفة خالص. طبعا انا صليت وكده، كنت بصور بره. بعد ما صليت اتوضيت طبعا تاني. بعد ما صليت كنت قعدت فطرت بقى بره، انا لوحدي طبعا النهارده. قعدت فطرت، جبت طعمية وعيش وفطرت. فاللهم صل على حضرة النبي. اتوضيت وكده رايحة اركب اروح الحسين. اليوم كان حلو ما شاء الله، بس فعلا ان الحاجة في السيدة زينب لسه ما خلصوش الشغل اللي هم التغييرات اللي بيعملوها او التجديدات. حتى المقام قافلينه، محدش دخل في الزيارة خالص. دلوقتي انا كده رحت الحسين ما شاء الله. عايزة اقول لكم المكان تحفة 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 هناك، نظيف جدا. الامن طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، الامن ما شاء الله حلو جدا. الناس حتى بيقابلونا كويس ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. انا كده كنت استنيت طبعا لما الناس صلت ومشيت، لان انا كنت صورت وانا لسه طالعه عشان اصلي. كنت طالعه بقى عشان ده الشنطه بتاعتي طبعا. كنت طالعه عشان اصلي فصورت. كانت في ناس بقى، انتوا عارفين بقى المصريين ما شاء الله عليهم. طبعا السيدات من كلامي هتعرفوا بيبقوا عاملين ايه في الجوامع، بيصلوا بقى واللي تنام واللي تقعد. فما حبيتش بقى عشان برضو هم ما يبقاش حرام عليا برضو ان انا اجيب حد ورجله باينه او حاجه، ما ينفعش. تمام. ف صليت الحمد لله. انا كنت كده بصلي العصر وكنت بصور لكم الجمال ده والحلاوه دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اليوم كان حلو جدا. انا كانت نفسيتي تعبانه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم جيت من هناك الحمد لله. والله انا صورت فيديو امبارح يا ولاد، ما مسحته، ما رضيتش انزله. الحته دي جت غصب عني بقى، معلش. فما شاء الله الحسين حلو جدا 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 جدا. والزيارة فيه مريحة، بس الهمجية طبعا بتاع المصريين يعني أنا نازلة من على السلم كنت عايزة أصور لكم ورق الشيبسي والحاجة ده. طبعا الناس قاعدة، طبعا انتوا عارفين إن ما ينفعش أجيب الموسيقى ولا أجيب أي حاجة. دي الناس قاعدة بتغني قدام الحسين، سيدنا الحسين رضي الله عنه. طبعا ما شاء الله المسك فاح، المسك فاح. طبعا عارفين انتوا طبعا الأغنية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو اليوم كان حلو واستمتعت طبعا، بس طبعا عشان لوحدي مش قوي. بس أنا كالمكان استمتعت فيه بصراحة، سواء في السيدة أو في الحسين. أنا بحب أروح السيدة جامد، بس النهاردة ما كنتش عارفة أصلي. صليت كنت يعني أنا بصلي وأنا قاعدة. صليت أنا كده، دخلت عند المقام بقى عند سيدنا الحسين رضي الله عنه. كده بس بصور لكم بقى. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. المكان حلو جدا. دخلت عشان أصور المقام، فوقف بقى الأمن هناك التصوير مش عارف ايه. قلت لها انا مش بصور الستات يا ست الكل، انا بصور المقام. أنا الستات هصورها ابينها اعمل بها ايه؟ حرام عليا برضو، ما ينفعش اشيل ذنب. فما شاء الله المكان تحفة جدا جدا، فيه كمية راحة نفسية رهيبة رهيبة رهيبة. ربنا يفك كربي وكرب المسلمين يا رب العالمين، ويتقبل منا يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين زيارة الجميلة دي ما شاء الله. عايزة اقول لكم الطبيعة، الصورة لا مش قوي. الطبيعة احلى بكتير. المقام حلو جدا جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا سبحانه وتعالى يا ربي يتقبل منا الزيارة، ويا رب عقبال ما نزور
سيدنا رسول الله إن شاء الله جميعا يا رب، جميعا يا رب. فعايزة أقول لكم إن أنا ارتحت نفسيا لما رحت المكان دوت وادعوا لي إن ربنا يهون عليا اليومين دول، لأن أنا بصراحة اليومين دول نفسيتي تعبانة جدا جدا. بقول لكم أنا صورت فيديو امبارح والله ما كملتوش، يعني كنت هعمل حاجتين، عملت حاجة والحاجة التانية ما عملتهاش، مسحته. ما كانت نفسيتي تعبانة جدا. فالنهاردة قلت لا، لازم أروح السيدة. فرحت كده بصور لكم من بره الحسين بقى، ما شاء الله الحمام بقى انا صورته لكم قبل كده، شوفوا بسم الله ما شاء الله. التليفون بتاعي على قده بقى والتصوير على قده، معلش اعذروني. يلا حبايبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل ونصلوا على الرسول. اللي يشوف الفيديو بتاعي ده عايز الصلاة على النبي بس، يتصلوا على الرسول كتير. التعليق بتاعكم الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، في رعاية الله يا حبايبي.